أهلا بيك في قناتنا شباك تذاكر. النهاردة هنحكي لك عن واحد من أكتر أفلام الجريمة والإثارة اللي ممكن تشوفها في حياتك، فيلم هيت، إنتاج 1495، واللي جمع اتنين من أساطير التمثيل، الباتشينو وروبرت دينيرو. القصة بتبدأ بهدوء، بس ورا الهدوء ده في نار تحت الرماد. في مدينة لوس أنجلوس في راجل اسمه نيل ماكولي، منظم هادي وبارد جداً، بس في نفس الوقت خطر. نيل مش مجرد حرامي، ده عبقري في السرقات. ورا كل خطوة بيعملها خطة محسوبة بالثانية. في أول مشهد نيل وفريقه بينفذوا سرقة العربية مصفحة مليانة أوراق مالية. الموضوع ماشي بنظام لحد ما واحد من رجالة نيل اسمه وانجرو يتهور ويقتل الحارس بدون سبب. اللحظة دي كانت الشرارة اللي هتشعل الحرب بين الشرطة والعصابة. على الناحية التانية في فينسنت هانا، محقق شرطة مش طبيعي، راجل عايش لشغله بيطارد المجرمين كأن حياته متعلقة بيهم، ولما يسمع عن السرقة يعرف على طول إن اللي وراها مش عصابة عادية، لا، دي ناس محترفة. من اللحظة دي يبدأ الصراع غير المباشر بين نيل وفينسنت. واحد بيسرق علشان يعيش، والتاني بيطارد علشان يعيش، وكل واحد فيهم عنده ماضي وعنده ضعف، بس كمان عنده شغف. نيل بيعيش لوحده، بيخطط، بيدرس، وبيخاف يرتبط بأي حاجة ممكن تبطئه. عنده مبدأ: لو حسيت إن في سخونة جاية لازم تقدر تسيب كل حاجة وراك في 30 ثانية. لكن كل ده بيتغير لما يقابل إيدي، بنت بسيطة بتحب الفن، بتحس إنه مش زي باقي الناس، وفعلا بيبدأ يتغير. أما فينسنت فعايش وسط فوضى، بيحب شغله أكتر من بيته، وده بيخليه يخسر علاقته بمراته، لكنه مش قادر يبطل. بيحس إن اللي بيعمله هو واجبه، هو السبب إنه لسه واقف. وفي مشهد من أعظم مشاهد السينما الاتنين بيتقابلوا، مش في مطاردة ولا ضرب نار، لأ، قاعدين على فنجان قهوة، والحديث بينهم نار هادية. كل واحد عارف التاني، وبيقولوا لبعض: أنا عارف إنك هتطاردني وأنا مش هرحمك، بس لحد ما اللحظة تيجي إحنا بنحترم بعض. لحظة فيها صدق غريب، بس كمان فيها وعد إن اللي جاي قوي. بعد القعدة التاريخية اللي جمعت نيل وفينسنت، كل واحد رجع لطريقه، بس وهم عارفين كويس إن المواجهة جاية. نيل يبدأ يخطط لآخر عملية كبيرة، سرقة بنك ضخم في قلب المدينة، عملية العمر. لو نجحت يقدر يختفي من أمريكا كلها وياخد إيدي ويبدأ من جديد. الفريق بتاع نيل بيتجمع وكل حاجة محسوبة، الكاميرات، وقت الدخول، خطة الهروب، حتى الشرطة مش هتلحق تتنفس. لكن فينسنت اللي بيقرأ عقول المجرمين حاسس إن في عملية جاية. بيبدأ يراقب نيل من بعيد، وبيبتدي يحصر تحركاته واحد ورا التاني. نيل حاسس بالخطر لكنه مش بيتراجع، وبين مشهد والتاني بنشوف الصراع النفسي اللي جواه، عايز يعيش، يهرب، يرتبط، بس كمان مش قادر يبطل الطريق اللي بدأه. وفي لحظة تفتر القلب بيقرر ياخد إيدي معاه، يقول لها: تعالي معايا نبدأ من أول وجديد. وهي رغم الخوف بتوافق. يجي يوم السرقة وكل حاجة ماشية زي الساعة. الفريق يدخل البنك، الناس في الأرض، الفلوس بتتجمع بسرعة، بس فجأة يحصل اللي ما كانش في الحسبان. الشرطة بقيادة فينسنت كانت مترصدة لهم. أول ما العصابة تطلع تبدأ أشرس تبادل نيران في شوارع لوس أنجلس. مشهد طويل، رصاص بيطير، عربيات بتنفجر، الناس بتجري، وكل حاجة بتنهار حواليهم. نيل بيهرب، بس نص الفريق بيتقتل. في اللحظة دي بيفهم إنه الهروب مش سهل، وإن الماضي دايماً ليه تمن. فينسنت بيقرب والهروب بيضيق، ونيل قدامه اختيار: يكمل ويسيب كل حاجة وراه، ولا يرجع ياخد حقه من واينجرو، الراجل اللي كان السبب في كل الفوضى. نيل قرر إنه مش هيسيب حسابه مع واينجرو مفتوح. راح على الفندق اللي مستخبي فيه، دخل بهدوء، خطواته تقيلة بس هادية، عينه كلها غضب مكتوم.
ولما لقى وانجرو ما كانش فيه كلام، خلص عليه في لحظة، من غير رحمة، من غير تردد. بس اللحظة دي كانت التمن. الشرطة كانت عرفت مكانه، وفينسنت كان في طريقه. نيل خرج بسرعة، لسه قدامه فرصة يهرب مع أيدي اللي كانت مستنياه في العربية. قرب منها، شافها، بس فجأة حس لو طلع ليها دلوقتي هيمسكوه. وقف بصلها من بعيد وقرر يسيبها. جري على المطار، آخر فرصة للهروب، بس فينسنت كان وراه، ما كانش ناوي يسيبه. المطاردة بينهم كانت صامتة، كل واحد بيدور على التاني وسط الإضاءة الضعيفة والطيارات اللي بتتحرك. وفجأة طلقة واحدة من فينسنت ونيل بيقع. لو عجبك سرد القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك في قناتنا شباك تذاكر، واستنانا في قصص تانية هتاخدك في رحلة جوه عالم السينما الحقيقي. سلام.